بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن استخدام لليكسي دراج او ليكسي كوم. ده واحد من اهم تراستد ريفرنس دراج اورينتد، سواء كنت كلينيكال فارماسيست او صيدلي واقف في الصيدليه، او ايفن حتى كمان فيزيشن وبتبحث عن معلومه تخص الدراج وعايزها من تراستد سورس. ليكسي دراج سواء كان ابلكيشن او اونلاين اكسس، بيبقى ليه تولز كتيرة، في كتير ممكن ان هو بيدخل بيفتح ليكسي بس مجرد ان هو بيشوف الدوز او الدوز ادجستمنت، ولكن في حاجات تانية ايتمز كتير ممكن ان احنا نعمل سيرش فيها، وفي خبايا كتير، وهنتعرف على روائع ليكسي ده. هناخد اكزامبل النهارده كده. لو احنا مثلا عايزين نعمل سيرش على الاسيتامينوفين، تمام، وخلي بالك وانت دايما بتبحث عن الاسيتامينوفين ممكن تيجي تكتب مثلا باراسيتامول ما يطلعلكش اي ريزلت، تكتبه باسم الايه، الاسيتامينوفين. تمام، هيفتح لي كده ليكسي دراج مالتي ناشونال. يعني مثلا لو هو عايز زي مثلا لو انت عايز بتعمل سيرش على الباراسيتامول بس، او يا اما مثلا بتعمل على الباراسيتامول معاه انتي هيستامينيك، زي مثلا ادويه الكومن كولد اللي احنا بنستخدمها. هدوس على الباراسيتامول اسيتامينوفين، هيطلع لي المونوجراف بتاع الادراك، كل ما يخص الادراك. طيب نمشي بقى على المونوجراف ونشوف كل ايتمز دي بتعني ايه. اول حاجه لما يجي يظهر لك كده في المونوجراف هتلاقي في حاجه اسمها بوكس وورنينج، تمام، او اليرت بوكس وورنينج. البوكس وورنينج دي لازم تبص عليها وانت بتعمل سيرش مثلا على دراج وعايز تعرف معلومات عنه. لقيت ان هو ليه بلاك بوكس وورنينج، لازم ان انت تدخل وتقراه كويس جدا. طيب يعني ايه بلاك بوكس وورنينج؟ بيقول لك خلي بالك ان في حاجه خطيره بخصوص الادراك ده. يعني مثلا زي لو فتحت التايجر سايكلين مثلا هتلاقي فيه بلوك بوكس وورنينج ان هو بيزود المورتاليتي. لو احنا فتحنا البلاك بوكس وورنينج بخصوص الاسيتامينوفين هتلاقيه ان هو بيتكلم لك ان انت لو عملت اكسيد للديلي دوز ممكن يعرض البيشنت ل فالمنت هيباتيتس او سيفير هيباتوتوكسيستي، ممكن يؤدي الى الوفاة. فالبوكس وورنينج ده من الحاجات المهمة جدا. طيب الحاجة التانية بيقول دراج شورتج في اليو اس. طبعا هو الشورتج ديت، يعني هو بيقول لك ان ايه دي، طبعا حاجة بقى ممكن تكون يعني ادفانسد او هما حاجة متقدمين فيها، ان بيقول لك ان ممكن كمان ان انت تدخل على اللينك ده وتشوف ايه مثلا التريد نيم، او ايه هو مثلا الاسماء اللي بتحتوي على الاسيتامينوفين ممكن يكون فيها عجز في السوق. طيب هنا بقى في بيبقى البراند نيمز انترناشونال، بس بيقول لك لو عايز ان انت تبحث عن البراند نيم اللي بيحتوي على الاسيتامينوفين بتدخل بتدخل الكونتري بتاعتك، او يا اما الكونتري كود. تمام، والكونتري كود بيكون هنا، يعني هو حتى كمان محددها لك في تيبل كده ان انت بتكتب الكونتري كود او يا اما الكونتري. فاحنا لو كتبنا مثلا ايجيبت، تمام، والكود بتاعها هو او الاختصار بتاعها ايجيبت، هيجيب لك كل تريد نيم اللي بتحتوي على عفوا على الباراسيتامول او الاسيتامينوفين. طيب في حاجه اسمها انترناشونال نون بريتري نيمز، اللي هو يعني اسم الباراسيتامول بكل لغه بيكون عامل ازاي. بعد كده في طبعا الحاجات دي كلها ممكن ان انا مش بتطرق ليها قوي، ممكن ما احتاجهاش. وفي حاجه اسمها anatomic therapeutic chemical classifications، يعني بيبقى في كل دراج كده بيبقى فيه classifications او لسته كده classify drugs according to site of action بتاعها، بيبقى ليه ارقام كده، ولسته كده بيبقى لكل حاجه بيبقى ليها كود يعني. فارماكولوجيكال كاتيجوري هو بيقول لك ان ديت من مجموعه الانالجيسيك والنون اوبيويد. وبعد كده ندخل على الدوزنج. تمام، لو انا طبعا انا مش بضطر ان انا اقرا الحاجات دي كلها، ولكن ان انا ممكن انا من الاندكس هنا من الجنب ان انا بدخل على الحاجه اللي انا ايه اللي انا عايزاها عشان اطلع المعلومه معلومه بسرعه. تمام، ولكن احنا هناخدها بس كده ايه باستفاضه. وبعد كده بندخل مثلا انا عايزه اشوف الدوزنج، يبقى انا على طول ان انا هاجي هنا تمام، واعلم على الدوزنج مثلا في الادلت، او الايه الدوز ادجستمنت، او في حاله الايه الرينال امبيرمنت. طيب ادي كده الدوزنج في الادلت، وخلي بالك ان في دوزنج في الادلت وفي الالدرلي وفي البيدياتريك علشان ما تتلخبطوش. دايما في الدوزنج في ناس بتكون فاكره ان الدوز بتاعت الدراج هو كده بيستخدم لكله، لا، ده لكل انديكيشن بيبقى ليها دوز معين. طيب ادي كده اللي هي الدوزنج.
تمام، سواء كان بقى الفيفر او البين، او يا اما في persistent بين. لو انا هستخدمه ك انالجيسك. وخلي نخلي بالنا الاسيتامينوفين طبعا نوت انتي انفلاماتوري. طيب الدوزنج بقى في الالترد كدني فانكشن، وديت بقى اللي احنا هنتكلم عليها برضو في الدوز ادجستمنت. ان انا بشوف الايه الدوزنج بتاع الدراج، وبعد كده بحسب الكريات كليرنس، وبدخل على اللي هي ايه الدوز ادجستمنت في حاله الايه الكدني امبيرمنت. هنا بيتكلم برضو على الكدني امبيرمنت. تمام، في الكريات كليرنس سواء كان هو ليه دوز ادجستمنت او نو دوز ادجستمنت. طبعا نو دوز ادجستمنت هيكتب لك نو دوز ادجستمنت، ولكن لو ليه ادجستمنت هيكتب لك ان هو الادجستمنت بتاعه كام في كريات كليرنس ايكوال كام. خلاص. طيب بعد كده في اللي هو الدوزنج في الهيمودايليسيس او دوز ادجستمنت، زي ما احنا هنقولها برضو في السلسله الجايه بتاعت الدوز ادجستمنت. في طبعا في الهيمودايليسيس انا مش بتطرق خالص للكريات كليرنس، ولكن ان انا بشوف ايه الدوز ادجستمنت، هل هو ليه دوز ادجستمنت في البيشنت اللي بيعمل اللي على هيمو دايليسيس سيشن اور نوت. خلاص. طيب وبرده زي ما احنا هنعرف كده ان انا دايما ببص في الهيمودايليسيس الدوز لو هو ليه دوز ادجستمنت، ولازم ان انا باخد بالي من كلمه دايلايزابل اور نوت علشان اشوف ان انا هدي دراج دوت قبل جلسه الغسيل او بعدها. في فرق برضو فرق ما بين اللي هو الهيمودايليسيس الانترميتنت، اللي هو البيشنت اللي بيغسل ريجولار دايليسيس. تمام. و بيغسل مثلا مرتين في الاسبوع، او بيغسل ثلاث مرات في الاسبوع. في بريتونيال دايليسيس، وده نوع من انواع الدايليسيس بريتونيال. وفي اللي هو CRRT اللي هو الكونتينوس رينال ريبليسمنت ثيرابي. ويعني هو باختصار بيبقى بيحصل الدايليسيس سيشن، ولكن على مدار 24 ساعة. يعني ممكن ان انا بيستخدم مثلا لو البيشنت هو هيمودايناميكال انستيبل. وفي برضو اللي هو البرولونجد انترميتنت رينال ريبليسمنت، اللي هو يعني ممكن ان هو بيكون ما بين اللي هو الانترميتنت هيمودايليسيس، او ما بين CRRT اللي هو مثلا ممكن مثلا من 6 ل 12. يعني ده وقت وقت الدايليسيس. خلاص. طيب بعد كده بقى الدوزنج في الليفر فانكشن او الالترد ليفر فانكشنز. ده بيقول لك مثلا ان هو في الليفر امبيرمنت في تشايلد هو مثلا ايه كلاس ايه هيبقى ايه، وكلاس بي هيكون ايه، وكلاس مثلا سي ده مثلا كونترا انديكيتد ولا هيستخدم في ايه. خلاص. يبقى انا مثلا لو انا عايزه اشوف الدوز ادجستمنت بتاع مثلا باراسيتامول، وانا ما اعرفش ان هو ليه دوز ادجستمنت ولا لا، او ليه دوز ادجستمنت في الرينال او الليفر، يبقى انا على طول بدخل على الدوزج وببص بفتح الالترد كدني فانكشنز في الادلت، او يا اما في الليفر برضو. تمام، وبدخل عليها على طول. بعد كده بيبقى فيه دوزنج في البيدياتريك. تمام، علشان كده ان انا لازم ان انا اشوف البيشنت اللي عندي الايدج بتاعه ايه. اقل من 18 سنه بيكون بيدياتريك، وبعد كده بيكون ادلت. في بشوف الايه الدوز بتاعه البيدياتريك، وبرده في الدوزنج بتاعه البيدياتريك according to الانديكيشن. بعد الدوزج في البيدياتريك في اللي هي الدوزنج في برضو الرينال امبيرمنت، او يا اما الليفر امبيرمنت. يبقى لكل مثلا دوزنج في البيدياتريك ده ليه دوز، الادلت بيبقى ليه دوز ادجستمنت اكوردنج تو برضه هو بيدياتريك ولا ادلت. في بعد كده حاجه اسمها اللي هو الكالكوليشنز، وديت ان مثلا لو عايز تدخل مثلا وتشوف تحسب التشايلد بو، او ان انت تعمل اي كالكوليشنز مثلا علشان تشوف مثلا الدوزنج بتاعت الايه مثلا الاسيتامينوفين. يعني مثلا أنا لو دوست على هنا التشايلد بو تمام، يبقى ده كده الايه ان انا بشوف مثلا البراوز كاتيجوري. يعني انا مثلا بشوف لو هو ادلت تمام، وبعلم على كل حاجه، مثلا هل هو في انكفالوباسي ولا لا، الانكفالوباسي جريد 1 ولا 2. ودي برضو هنقولها في محاضره الايه الدوز ادجستمنت. يبقى الكالكوليشن ميديكال كالكوليشن، سواء كان ان احنا بقى هنستخدم الميد كالك زي ما احنا هنقول في السلسله الجايه، او يا اما ان انا ممكن ان انا ادخل على الكالكوليشنز من ليكسي نفسه. تمام، يبقى دي كده ايه في الايه في الدوزنج. بعد كده بدخل على اليوزز. خلاص. يبقى ده مثلا بيستخدم له ايه في حاجه اسمها الليبل يوزد. تمام، اللي هي FDA ابروفد، وفي اوف ليبل يوز. يعني maybe يكون بنفيت، ولكن لسه ما خدش الابروفد من ال FDA.
تمام، يبقى كده ده الدوزج. الادمنستريشن مثلا زي اللي هو الاي في ادمنستريشن، يعني انت لو انت عايز ان انت تشوف ان الدواء ده الادمنستريشن بتاعه ان انا هديه الاي في مثلا هديه في خلال قد ايه. في مثلا حد يجي يبعت يسأل مثلا سؤال، طب انا اديه على مدار 10 دقائق، اديه على مدار نص ساعة، اديه على مدار ساعة ساعتين، ده هتشوفها في الايه في الادمنستريشن. وكمان ان انا بحضر الايه الادمنستريشن ديت ازاي. يعني مثلا هو بيقولك مثلا لو انت ممكن تحطه مثلا في فورميوليشنز مثلا او تخففه على 100 ملي، على مثلا 50 ملي. خلاص، فبيقول لك برضو طريقة اللي هي الاعطاء في الاي في. طيب الادمنستريشن بقى الاورال، طبعا ده بيقول لك مثلا ان انت هتاخده مع الاكل ولا بعد الاكل ولا قبل الاكل على معده فاضيه او كذا. تمام، يبقى ده من الادمنستريشن بير اورال. والدواء دوت برضو كراشد ولا لا. يعني انا لما اجي ان انا اتعامل مع دراج تابلت في مريض رعايه والبيشنت دوت على رايل على النيزو جاستريك تيوب، وان انا هشوف عايزه ان انا اشوف الدواء ده هل هو ممكن ان هو كراشد ولا لا، ومش عارف ان انا اوصل للمعلومه، لا انا باخدها من الادمنستريشن. خلاص، يبقى انا اي حاجه بتخص الادمنستريشن لو انا معايا دراج اي في يبقى انا هبص على الادمنستريشن اي في واحله في كام واديه على مدار كام. والادمنستريشن الاورال ان هو اديه with فود او بيفور او افتر ميل، وان انا بشوف ان الدواء دوت هل هو كراشد ولا لا. ادمنستريشن برضو لو كان ريكتال. والادمنستريشن بقى برضو نفس النظام في البيدياتريك. يعني برضو في البيدياتريك الدوز بتاعت البيدياتريك غير الادلت، فالادمنستريشن هيختلف من البيدياتريك وعن الادلت. طيب يعني دايتري كونسيدريشن ديت يعني بيقول لك تاخد بالك من ايه لو حد بياخد الاسيتامينوفين وياكل ايه. فيقول له مثلا تخلي بالك لو مع اي مثلا برودكت بتحتوي على صوديوم، بتحتوي على اي ايه فينايل الانين مثلا. تمام. طيب بعد كده الاستورج والاستابيليتي. الاستورج هو بيحفظ عند درجة حرارة كام؟ هل هو مثلا دونت فريز او مثلا ان انا احطه في الفريزر ولا لا؟ طيب ايه موقعه من اللايت؟ هل هو فوتو سنسيتيف ولا لا؟ الحاجات دي كلها لما بتيجي تطلب من الكلينيكال ان هو يعمل مثلا ليست بالفوتو سنسيتيف دراج، او يا اما مثلا الادويه اللي هي بتحفظ طريقه حفظ مثلا كل دواء عنده درجه حراره كام. خلاص، ولازم ان انا كل حاجه ان انا بكتبها لازم يكون عندي ريفرنس. فده الريفرنس ان انا بشوف بالنسبه لا للاستابيليتي وبالنسبه للكومباتيبيليتي. الاتنين دول بالذات ان انا مش بتطرق لليكسي خالص. تمام، ليكسي ده بيتكلم على ممكن براند نيم خلاص، او على الادويه. هو معمول حاجه امريكان فبيبقى على الادويه اللي موجوده في امريكا. تمام. طيب غير بتختلف بقى الاستابيليتي والكومباتيبيليتي من شركه لشركه تانية علشان خاطر الفيكلز اللي بتتحط اللي بيتحضر فيها الدواء او الاديتيفز اللي بتتحط على الدواء، المواد التانية اللي بتضاف للماده الفعاله. فعلشان كده بتختلف الخصائص بتاعتها من ماده لماده تانية. عشان كده الاستابيليتي والكومباتيبيليتي ان انا بشوفها من الليبل بتاع الدراج او من اللي هي البامفلت بتاع الدراج تبعا للشركه المصنعه. طيب افرض ان انا بعمل سيرش على دواء امريكي تمام ومذكور البراند نيم بتاعه ان هو فليكس، يبقى انا خلاص ممكن ان انا اخد بليكس. يبقى الاستورج دي كل ما يخص درجه الحراره التبريد مثلا فوتوسنسيتيف ولا لا، عند رطوبة قد ايه. تمام. فبرضو سواء كان اورال سواء كان انجكشن سواء كان سبوزيتوري، خلي بالك ان كل حاجة بيبقى ليها درجة حفظ معينة. preparation for administration بقى، يعني هو بيقول لك مثلا ان انت لو عايز تحله في ايه. تمام، يبقى انت بقى لما تيجي تعمله مثلا dilution هيبقى مثلا dilution في كام؟ مثلا في 5 ملي، او ان انت مثلا تعملها في 100 ملي، وعلى حسب الدوز يبقى انت مثلا بتعمل انجكشن مثلا الدوز ليه مثلا 500، او عايز تحضر مثلا 1 جرام او ال 500. يبقى دي بتختلف ايه عن دي، وان انت عايز الفوليوم اوف بريبريشن اللي هو الفاينل فوليوم بتاع الدايلوشن هيبقى
هيبقى كام. يعني مثلا هنا بيقول لك ان ايه مي بي administered without further dilution. تمام. وده ممكن سؤال ان انت تتسأله كتير، يعني ممكن حد نيرس او الفيزيشن يجي يقول لك بص اكتب البرفلجان كده على الفايل، ان انا اعلق الازازه كده، ولا ان انا لازم ان انا احله مثلا في 100 ملح مثلا او 200 ملح. طب انت عايز المعلومه سريعه، خلاص ان انا هفتح ليكسي اكتب الايه الاسيتامينوفين وادخل على البريباريشن اوف فور ادمنستريشن. خلاص البريباريشن فور ادمنستريشن. طبعا بالنسبه للادلت غير البيدياتريك. والكومباتيبيليتي ده احنا قلنا ان انا مش بتطرق ليه، ولكن بي جايدد بي بتاع البافلت بتاع الدراج. طيب في حاجه اسمها ميديكيشن سيفتي ايشوز. يعني مثلا لو انت في مستشفى وطالب منك مثلا ان انت تعمل لسته بالادويه اللي هي اللوكالايك والساوند لايك او هاي اليرت ميديكيشن. يعني ايه؟ يعني يقول لك مثلا اعمل لسته بالادويه المتشابهه في الشكل والنطق. تمام. فليكس برضو موضح بيقول لك ان ايه، ولكن يعني هي دي برضو بالنسبه للبراند نيم اللي عندهم هناك تمام في امريكا، ولكن احنا في مصر انت بتشوف برضو الادويه المتشابهه عندك ايه. يعني مثلا الاسيتامينوفين تمام، او الباراسيتامول اللي عندك مثلا ممكن يكون متشابه مع علبة دواء تانية اسم تاني. خلاص. فانت بتعمل الايه الليسته دي. هو هنا بيقول مثلا sound like look alike. يعني بيقول لك مثلا ان ممكن يكون الاسيتامينوفين may be confused with مثلا اسيتا زولاميد. تمام. يبقى ده كده sound like. شوف اسيتا واسيتا. تمام. او يا اما مثلا فيفرول مثلا في برول. خلاص. يبقى ده كده ايه المتشابه فيه النطق. المتشابه طبعا لوك لايك بتشوف الادويه اللي هي الايه الشكل بتاعها بيكون متشابه. الهاي اليرت ميديكيشن ده بيقولك ان هو طبعا ليه الجايد لاينز، واحنا كنا قلناها قبل كده في محاضره اللي هي الاخطاء الدوائيه اللي هي الانستيتيوت اوف فور سيف ميديكيشن براكتس. يعني بيقولك ان الدواء دوت هل هو مدرج تبعا للجايد لاينز بتاعت الاي اس ام بي ديت، موجوده مدرج ضمن الادويه بتاعت الهاي اليرت ميديكيشن ولا لا. طيب في بعد كده بقى اذر سيفتي كونسيرن. يعني بيقول لك مثلا ان انت لو انت عايز تكتب مثلا اختصار ان مثلا الباراسيتامول او الاسيتامينوفين، ما تكتبوش كده، لانه ده مش بيبقى انديكيتد خالص ان هو ده يتنطق ايه الاسيتامينوفين. خلاص. وبرده برضو من السيفتي كونسيرن، ودي حاجه مهمه جدا. يقول لك مثلا دبليكيت ثيرابي ايشوز. يعني ممكن وارد جدا تدخل تلاقي البيشنت على مثلا باراسيتامول تمام، ومتعلق له برفلجان. طب ما انت واخد مثلا باراسيتامول 1 جرام كل 6، وخد 1 دوز كده مثلا بي ار ان في الوانسات مثلا 1 برفلجان. طب ما هو كده اكسيد الايه الديلي دوز. يبقى ده بيقول لك خلي بالك من حاجه زي كده. خلي بالك برضو ان ده بالنسبه كمان في الكوميونتي بقى، يعني في الصيدلات اللي بره تلاقي في روشته مكتوب بنادول قرصين كل 6 ساعات، ومثلا ياخد معاه كومتريكس او ياخد مثلا كونجستيل او اي حاجه من ادويه الكومن كولد اللي بتحتوي على الايه الباراسيتامول برضه. فبيقول لك ايه خلي بالك من الدبليكيشن. فده طبعا حاجه مهمه جدا تمام للسيفتي ايه السيفتي كونسيرن. وبرضه بيقول لك ان مثلا لو في الانجكشن بتخلي بالك من ايه برضو من الاوفر دوزنج او اند سو اون. يبقى كل حاجه تخص بالسيفتي. طيب في حاجه اسمها برضو انترناشونال ايشوز. ايه هي الانترناشونال ايشوز مثلا؟ يعني دي حاجه مثلا بقى يعني عالميه. بيقولك مثلا ممكن الدواء ده يبقى يتلخبط مثلا يتلخبط مع البراند نيم ده. تمام. يكون ده متشابه مع ده. ممكن يكون ده مثلا في دواء اسمه مثلا اناسين 3 تايوان may be confused with اناسين براند نيم فور مثلا ليدوكاين. تمام. ده كوريا. يعني ممكن يكون دواء كوري ودواء تايواني بيبقى اسمه متشابه جدا، ولكن ديت مادة ودي مادة تانية. فدي حاجة ايه international issues. يعني سبحان الله. طيب الكونترا انديكيشن بقى كونترا انديكيتد ان كذا. تمام. فخلاص ده كونترا انديكيتد يبقى خلاص قولا واحدا يبقى دواء كونترا انديكيتد في حالات يبقى ممنوع ان هو ايه ممنوع ان هو يستخدم. warning وبريكوشنز. هو بيقول لك بقى تخلي بالك من ايه الحاجات اللي انت هتديه كل حاجه، ولكن تخلي بالك من ايه. يعني مثلا ممكن هنا يقول لك بالنسبه للاسيتامينوفين طبعا مينلي خلي بالك من الهيباتيك امبيرمنت مثلا.
تمام. او الهايبوفوليميا، يعني العيان برضو لو انت بتدي اي في والعيان مثلا دي هايدريشن، خلاص خلي بالك ان هيحصل اكيوميليشن للدراج، ما هو دي هايدريتد خلاص، فممكن يعرض البيشنت لتوكسيستي اسرع. خلي بالك برضو مع البيشنت اللي بيكون عندهم مثلا جلوكوز 6 فوسفات ديفيشنسي، تمام، يبقى انا بستخدمه مثلا ايه بحرص، ده ممكن بيعلي من التوكسيتي بتاع الدراج. الدوزج فورم سبيسيفيك ايشوز، مثلا الاسبرتام some product may contain الاسبرتام، يعني which is metabolized to phenylalanine and must be avoided in patient with phenyl ketonuria. يعني مثلا ده باختصار هو بيقول لك خلي بالك ان البرودكت ده مع بعض الشركات ممكن يستخدموا بعض البرودكت ممكن يحتوي على، شوف بقى ديت بقى اللي هي الاديتيفز بقى اللي بتتحط على الاكتيف كونستيتوينت مثلا زي الاسبرتام. فبيقول لك خلي بالك ان ممكن الاسيتامينوفين وارد ان انت تلاقيه من شركه محطوط عليه ماده الاسبرتام، او محطوط عليه مثلا الفينايل الانين، فخلي بالك ان انت لازم تبص على الكونستيتوينت بتاعه الدراج او التابلت نفسه، علشان تخلي بالك ان هو مثلا مع البيشنت ويز فينايل كيتونيوريا، يبقى ده must be avoided او use ايه with caution. طيب برضو في بعض الدريفتز بتحتوي على بنزايل الكحول خلاص، فده برضو ممكن يكون مثلا افويدد، ممكن يعمل مثلا فتل مثلا توكسيستي خلاص في النيوناتس. برضو بولي سوربيت، ويقول لك خطورة كل مادة ايه. فمعنى كده ان انا لو انا هدي مثلا في النيوناتس، او ان انا عندي مثلا بيشنت بي حاجة كونديشن كده معينة، يبقى خلاص ان انا بشوف الايه الدواء ده ايه المادة مثلا الزيادة اللي ايه اللي محطوط عليه. ودي برضو ان احنا ممكن بنلجأ لها لو ممكن حد يجي يقول لك لا ده انا خدت قرص حاجه كده انا حسيت باعراض كذا وكذا، فاحنا بنرجع بقى القرص ده طب تبع شركه ايه، طب عليه ماده ايه زياده ممكن تكون اثرت على البيشنت ده.